دخلت أوضة نومها وقعدت تعيط بحرقة على سريرها، وهي بالليل اللي كانت قتلها. مش بس كده، ده وقفت في مظاهرات ضد الشرطة عشان تطالبهم بأنهم يفتحوا التحقيق. كمية بجاحة وجرأة في القضية دي مش مع 12 يوليو 2012 في ولاية ستار سيتي بأمريكا. يوصل بلاغ للشرطة من أب يبلغ إن بنته اختفت من بيتها. توصل الشرطة وتعاين المكان، يلاحظوا فيه كرسي صغير تحت غرفة نوم سكايلر. وراجعوا كاميرا المراقبة لقوا فيديو لسكايلر وهي بتنط من الشباك بعد نص الليل بدون علم أهلها. وركبت عربية وحرفيا من ساعتها وسكايلر كأن الأرض اتشقت وبلعتها، اختفت تماما. وهنا الشرطة عرفت إن البنت خرجت بإرادتها، محدش خطفها. واعتقدوا إن بنت في ثانوي عندها 15 سنة أكيد هربت مع شاب، فأهملوا الموضوع. طبعا الأب ما اقتنعش بالكلام ده، وقال إزاي تهرب وتسيب شاحن الموبايل اللي ما كانتش بتسيبه من إيديها وكل متعلقاتها الشخصية. وهنا كان الموضوع مريب وفي حاجة غلط، وعشان نفهم الأحداث الجاية لازم نعرف مين هي سكايلر. سكايلر بنت جميلة في ثانوي، مجتهدة ومتفوقة، متفوقة في دراستها، من عيلة غنية. الأب منتج في شركة وول مارت والأم شغالة في المجال الطبي. أسرة صغيرة وسعيدة، وسكايلر كانت بنتهم الوحيدة وكانت دلوعة البيت. وقبل اختفائها اشتغلت في مطعم براند بمرتب حلو. وفي يوم رجعت مرهقة جدا من الشغل، قالت لباباها ومامتها بحبكم جدا، ودخلت تنام. وما كانوش يعرفوا إن دي آخر مرة يشوفوا بنتهم فيها. ومن اليوم ده وسكايلر فص ملح وداب. ولما الأب والأم لقوا الشرطة أهملت الموضوع، خرجوا في وسائل الإعلام واتكلموا إن بنتهم خرجت ولحد دلوقتي ما رجعتش. ده غير إن زمايلها وأصدقائها في المدرسة اللي عملوا حملة بتوزيع صور سكايلر في كل مكان. الضجة دي كانت السبب في إن الشرطة تاخد الموضوع بجد، والتحقيق بدأ بشبكة العلاقات بتاعة سكايلر. زمايلها في الشغل والمدرسة كلهم قالوا كلام جميل عن سكايلر، وقد إيه إنها متعاونة ومحبوبة وودودة مع الكل. وده عقد الموضوع أكتر، والشرطة مش لاقية أي خيط يوصلهم خرجت مع مين، ما عدا بنتين من زمايلها في المدرسة. الشرطة شكت فيهم، والسبب إن البنتين كانوا بيقولوا نفس الكلام بالظبط في التحقيق، كأنهم متدربين كويس هيردوا إزاي على أسئلة المحققين. وكمان لقوا سكايلر كاتبة على حسابها الشخصي على تويتر إنها قريب جدا هتكشف سر قذر عنهم. البنتين دول كانوا شيليا وراشيل، ودول كانوا مقربين جدا من سكايلر. والد سكايلر لما عرف إن الشرطة شكت فيهم طلب من المحققين يبعدوا عنهم تماما، لأنهم أعز أصدقاء لبنته واستحالة يؤذوها. المهم شيليا وراشيل قدروا يثبتوا إنهم في يوم الاختفاء ما خرجوش من البيت. وبسبب صور سكايلر اللي كانت منتشرة في كل مكان، الشرطة كان بيجيلهم اتصالات كتير من أشخاص تأكد إنهم شافوها في الولاية كذا، وفي النهاية بيطلع حد شبهها مش أكتر. كل ده والأب والأم عايشين في ضغط نفسي وأمل إنهم يلاقوا بنت. المهم القضية اتعقدت واتحولت للغز محير، والمحققين معرفوش يوصلوا خرجت أساسا مع مين ولا راحت فين. واتقفلت القضية على كده، عشان بعد 6 شهور تحصل معجزة. والمحققين كانوا بيحققوا في قضية سطو مسلح على بنك في ولاية بنسلفانيا. البنك ده كان قدام إشارة مرور، وهم بيراجعوا كاميرات المراقبة لاحظوا عربية واقفة قدام البنك، وسكايلر قاعدة على الكنبة اللي ورا، وشيليا وراشيل قاعدين قدام في نفس اليوم والتوقيت اللي اختفت فيه سكايلر. وهنا استدعوا شيليا وراشيل ووجهوا ليهم تهمة الاختطاف بشكل رسمي، وقالوا لهم المرة دي احنا هنحطكم على جهاز كشف الكذب. شيليا واللي هي صديقة الطفولة لسكايلر أنكرت وثبتت على نفس اللي قالته في الأول. أما راشيل أول ما عرفت إنهم هيحطوها على جهاز كشف الكذب جالها انهيار عصبي، ما قدرتش تكتم السر أكتر من كده، وقالت إحنا اللي قتلناها. وهنا المحققين كانوا في حالة ذهول، وبدأوا يسمعوا كمية من الحقد الطبقي والغل مش معقولة. راشيل وشيليا دول كانت ظروفهم الاجتماعية غير سكايلر خالص، الاتنين من أسرة مفككة. شيليا وهي صغيرة والدها عمل حادث سيارة وحصل عنده إعاقة تامة، قعد في البيت من غير شغل، والأم هي اللي اتحملت المسؤولية لوحدها. بس ما قدرتش تستحمل الوضع أكتر من كده، وانفصلت عن والد شيليا واتعرفت على شخص تاني واتجوزته ونقلت معاه في ولاية ستار سيتي، اللي هناك اتعرفت على سكايلر في المدرسة.
وبقوا البنتين أعز أصدقاء، وكانت دايما بتحكي لها عن سوء معاملة زوج أمها ليها. وسكايلر كانت بتواسيها وبتدعمها. لما وصلوا مرحلة الثانوي اتعرفوا على بنت تالتة وهي اسمها رشيد. دي ظروفها كانت زي ظروف شيليا، الأب والأم منفصلين وأحوالها المادية كانت سيئة جدا، على عكس سكايلر اللي أسرتها مترابطة وسعيدة. المهم الثلاث بنات ما كانوش بيفترقوا وبقوا أعز أصدقاء، واشتركوا الثلاثة في إنهم وحيدين ملهمش إخوات، فكونوا مع بعض أسرة واحدة. ولكن اللي حصل فجأة إن البنتين شيليا ورشيد مستواهم الدراسي قل جدا، وأحوالهم المادية بقت سيئة أكتر من الأول. أما سكايلر فكانت من المتفوقين واتكرمت في المدرسة، وكمان حصلت على وظيفة في مطعم براند مشهور بمرتب حلو. هنا بقى الغيرة والغل ملا شيليا ورشيد من سكايلر، ما بقوش طايقين يشوفوها قدامهم، وخدوا قرار إنهم مش هيتعاملوا معاها أبدا وهينبذوها لوحدها. وفعلا بقوا بيخرجوا لوحدهم ويلبسوا اللبس زي بعض بالظبط عشان يكدوها ويثيروا غيرتها، ويتعمدوا ينزلوا الصور على الفيسبوك. كل ده وسكايلر ما كانتش فاهمة ليه بيتعاملوا معاها كده، وكانت دايما تكتب على الفيس وتوصف مشاعرها وحزنها من اللي بيعملوه معاها أصدقائها. وبدأوا يلقحوا على بعض بالكلام على الفيس لحد ما وصلت لخناقة علني على الفيسبوك وتويتر بين الثلاث بنات. المهم سكايلر خدت القرار إنها هتروح تواجههم عشان تعرف ليه بيتعاملوا معاها كده. المهم عرفت إن شيليا عند راشيل في بيتها، خدت بعضها وراحت بيت راشيل، قابلت مامة راشيل وقالت لها إنها عايزة تقابلها. فوالدة راشيل قالت لها إنهم موجودين في الغرفة فوق. طلعت سكايلر ودخلت عليهم، وكانت الصدمة لقيتهم بيمارسوا الشذوذ الجنسي، ومخدر الماريجوانا موجود في كل مكان، وكانوا في حالة سكر تام. طبعا سكايلر كانت في حالة من الذهول. كل اللي عملته ساعتها طلعت الموبايل وصورت كل حاجة، وأخدت معاها مذكرة كانت راشيل كاتبة فيها كل مغامراتها الجنسية القذرة، وكانت كاتبة قد إيه هي بتكره سكايلر. وتاني يوم سكايلر كتبت على حسابها الشخصي على تويتر إنها عرفت سر قذر عنهم، ويا ريتها ما كتبت كده. البنتين أول ما شافوا الكلام ده دخلوا لها على الخاص وسألوها إيه بقى اللي أنت عرفتيه. بعتت لهم الفيديو اللي صورته، وطبعا في اللحظة دي البنتين جسمهم تلج من الصدمة، وأخدوا لازم يتخلصوا منها، طبعا من خوفهم من الفضيحة ومن أهلهم، وبالأخص شيليا اللي أمها كانت مسيحية متدينة، وشيليا كانت بتترعب منها. ولكن فكروا إنهم دلوقتي متخانقين معاها، والخناقة دي علني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وزمايلهم عارفين قد إيه هم بيكرهوا سكايلر، ولو أي حاجة حصلت لسكايلر التهمة هتلبسهم هم. وبدأوا يحطوا الخطة الخبيثة في التخلص منها. المرحلة الأولى كانت في إنهم يتصالحوا معاها ويحسنوا علاقتهم بيها، وكانوا عارفين إنها طيبة وهتوافق بالصلح علشان محدش يشك فيهم. وفعلا راحوا لها واعتذروا وطلبوا منها ما تقولش لحد، ومع الأسف سكايلر وافقت على الصلح معاهم. ودي أكبر غلطة عملتها سكايلر وهتدفع ثمنها عمرها. مشكلة سكايلر إنها كانت بنت وحيدة وما كانش ليها إخوات. صحابها دول كانوا مهمين بالنسبة ليها جدا، ورجعوا يخرجوا معاها وتعمدوا ينزلوا صور الخروج على الفيسبوك عشان يثبتوا للكل إن علاقتهم بيها رجعت كويسة. وقعدوا على الحالة دي لمدة 6 شهور، وبقوا بالنهار يخرجوا معاها وبالليل يتدربوا ازاي هيقتلوها، لحد ما جت الليلة المشؤومة وجهزوا كل حاجة: فوط ومناديل وملابس جديدة ومنظفات وجاروف، وأهم حاجة السكاكين. واتصلوا بيها وفضلوا يلحوا عليها عشان تخرج معاهم. وحصل اللي حصل، ونطت من الشباك وركبت معاهم على أساس هيلفوا بالعربية شوية ويشربوا سجاير. وفضلوا ماشيين في الطريق مشغلين أغاني وعمالين يهزروا ويضحكوا معاها، قمة اللؤم والخبث. فضلوا ماشيين 30 كيلو في عمق الغابة لحد ما نزلوا التلاتة من العربية في مكان معين، وكانوا مخبيين السكاكين في لبسهم. وأول لما نزلوا قالوا لسكايلر إنهم نسيوا الولاعة، وطلبوا منها تروح تجيبها من العربية. المهم سكايلر أول ما اتدورت وادتهم ظهرها وهي ماشية في اتجاه العربية سمعت العد: 1 2 3. طعنوها في ظهرها. سكايلر بصت ليهم وقالت لهم ليه عملتوا كده. حاولت تجري ما قدرتش من الجراح اللي في ظهرها، وأول لما وقعت انقضوا عليها ونزلوا فيها ضرب بالسكين بكل غل. وجت المهمة التانية وهي دفن الجثة، وكانوا جايبين معاهم جاروف. حاولوا يحفروا الأرض، كانت صخرية وصلبة، ما عرفوش يحفروا،
فقعدوا طول الليل يلموا في الصخور عشان يغطوا الجثمان، ولما خلصوا غيروا هدومهم وركبوا العربية ورجعوا البيت ولا كأنهم عملوا حاجة. كل ده ورشيل عمالة تحكي ومفيش جثة، وشيليا مش عايزة تعترف. وهنا كان لازم على المحققين يلاقوا الجثة. وطبعا البحث عن جثمان في غابة مساحتها 50 كيلو حاجة مش سهلة أبدا. وفعلا اتشكل فريق من المحققين والكلاب البوليسية وأفراد الشرطة وبدأوا في تمشيط الغابة. وبعد شهر من البحث في الغابة لقوا قطع لحم متحلل وبقع دم على الأرض، وكان لونها أسود دليل على مرور الزمن. وبعدها بأمطار لقوا كوم الصخور اللي قالت عليه رشيل، وفعلا خرجوا الجثة واللي كانت متحللة تماما وبعتوها للطب الشرعي. وبفحص الجثة اتضح إن تم طعنها ب50 طعنة، وبكده قدروا يثبتوا على شيليا التهمة وياخدوا إذن رسمي بتفتيش البيت. ولما دخلوا البيت لقوا نقط دم في شنطة العربية بتاعت شيليا، ولما حللوها طلع فعلا مطابق للدي ان ايه بتاع سكايلر. ولقوا أداة الجريمة اللي هي السكينة ومذكرة لشيليا كاتبة فيها قد ايه هي بتكره سكايلر وتفاصيل الخطة الشيطانية لقتلها. طبعا الخبر نزل زي الصاعقة على عيلة سكايلر لأن البنتين دول كانوا آخر حد يشكوا فيهم. طبعا البنتين لما اتقبض عليهم كانوا مطمنين جدا انهم هيتحولوا الاحداث لانهم تحت سن 18 سنه وغير ناضجين واكيد الحكم هيكون مخفف. ودخلوا قاعه المحكمه وكانوا عمالين يهزروا ويضحكوا ومش مدركين الكارثه اللي عملوها. وده استفز هيئه المحلفين جدا وطلبوا من مجلس النواب في ولايه فيرجينيا الغربيه بتغيير القانون. وفعلا اتغير القانون وتسمى بقانون سكايلر، وتحولوا محكمة البالغين واتحكم على رشيل ب30 سنة بتهمة القتل من الدرجة الثانية لأنها ساعدت المحققين، وعلى شيليا بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل من الدرجة الأولى. طبعا قضية سكايلر كل اللي اتكلم عنها اتكلم من ناحية غدر الصحاب وإن محدش يثق في حد، وده فعلا حقيقي. ولكن في جانب تاني إن فعلا الأسر المفككة أحيانا بتطلع أبناء غير أسوياء. البنتين دول كان عندهم حرمان أسري فظيع، وكانوا في كل زيارة لبيت سكايلر يشوفوا حنية باباها ومامتها والجو العائلي الدافي اللي هم كانوا محرومين منه. وكان عندهم غيرة وكراهية لسكايلر مش طبيعية.